اهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنعرف ازاي نضيف افكتات وتأثيرات على الصوت بتاعنا. اعمل لايك سبسكرايب ويلا بينا. بص يا صديقي، باختصار كده انا شارح لك قبل كده قايل لك ان في القائمه دي فوق عندنا في قائمه اسمها افكت تراك. فالافكت تراك ديت فيها بريسيتس كتير قوي، تقدر تجيب منها حاجات كتير خالص تقدر تضيفها على الفيديو بتاعك. مثلا اندر ووتر، لو مثلا خلينا الصوت بتاعنا اندر ووتر مثلا ونشغل نشوف الصوت بدأ يسجل معايا الصوت زي ما احنا شايفين اهو. شايف بقى الصوت كأنه تحت المايه بالظبط. دي بريسيتس جاهزة اقدر اضيفها على الفيديو. لو انا بقى مش عايز الافكتات الجاهزة ديت، على فكرة الافكتات الجاهزة دي برضو تقدر تعدل عليها، شوفها تعمل ايه بالظبط وتبدأ تعدل على كل افكت. تمام. طب انا مش عايز دولت، هدلتهم واروح على قائمة افكت. من قائمة افكت هروح على مثلا فلتر اند اي كيو، واقول له في ترددات عندي كتير، اقول له لا انا هختار اول تردد. يعني انا كده انا من الاخر كده بكريت افكت من اول وجديد. تمام. هشوف الصوت عامل ازاي عندي في قبل ما اعدل في اي حاجه فين اهو. كده، وبدأ الصوت طبيعي جدا. انا بقى لما بلعب في الحاجات ديت بفضل سايبه شغال وابدا احرك الحاجات ديت عشان اعرف اظبط الصوت بتاعي. يعني زي ما احنا هنشوف دلوقتي، انا هسكت وتسمع الصوت معايا ونشوف التغيرات. فعلا تسجيل من الوقت الحالي. تاني هنا واقول له كمل معايا يا صديقي، رايح فين؟ بدأ يسجل معايا الصوت زي ما احنا شايفين كده، وبدأ فعلا تسجيل من الوقت الحالي. تاني هنا واقول له كمل معايا يا صديقي، رايح فين؟ بدأ يسجل معايا الصوت زي ما احنا شايفين كده، وبدأ فعلا تسجيل من الوقت الحالي. تاني هنا واقول له كمل معايا يا صديقي، رايح فين؟ بدأ يسجل معايا الصوت زي ما احنا شايفين كده، وبدأ فعلا تسجيل من الوقت الحالي. تاني هنا واقول له كمل معايا يا صديقي، رايح فين؟ بدأ يسجل معايا الصوت زي ما احنا شايفين كده، وبدأ بس كده انا ظبطت الصوت زي ما انت شايف. الصوت حرفيا عميق، فعلا عميق تسجيل جدا. من الوقت. لو قفلناه وقت الحالي تاني هنا واقول له كمل معايا يا صديقي. الصوت بقى عميق. والصراحة الافكت دوت خلاه في حتة تانية خالص. نعمل ابلاي كده. بص الصوت على معانا، الصوت يعني يسجل زاد. معايا الصوت زي ما احنا. انا اقدر اتحكم في مستوى الصوت من الدي بي هنا. لو عملت كده الصوت يعلى، بدأ يسجل مع. لو عملت كده الصوت يوطى. زي ما انت شايف كل لما تعلي في الدي بي تخليه زائد رقم معين، مثلا زائد 8 زائد 4 ايا كان، الصوت هيعلى معاك. مثلا قللته الصوت هيوطى معاك. تمام. والفلتر خلاه في حتة تانية. وانا شخصيا لما اجي بعدل الصوت، بعدل اول حاجة بخش على الافكت وبخش على الفلتر اند اي كيو عشان الصوت يبقى كأنه في حضن المشاهد. فالصراحة ديت بتخلي كأنك في استوديو بتصور وبتسجل صوت في استوديو معزول. ده كان بالنسبة لنا أول إفكت معانا في الفيديو ده. مش حابب أطول عليك. في الفيديوهات الجاية هيبقى فيه إنك تشيل التشويش وإزالة التشويش وتعديل الصوت أكتر من كده كمان. أتمنى إنك تكون استفدت وتعمل لايك سبسكرايب. وأنا إسلام مندو بعلمك الأدوبي إديشن من تحت الصفر للاحتراف. ودلوقتي وصلنا لنهاية الفيديو. أحب أختم الفيديو بكلمة لا إله إلا الله.